حاز الجمال حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفاته الألواح يا جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضاه يا واسع الجود والكرم هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار دمع عيني هما قد هما شوقا لتلك الديار محمد نحمد طه يا طه كامل الأنوار ما لي سوى علي اللواء أحمد الهادي البشير كنز التقى والنقى 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 من جانا حقا بشير كنز التقى والنقى 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 من جاءنا حقا بشير كنز التقى ونقى كنز التقى
سلام حقا بشير يا بشير يا سلام كنز التقى والنقى كنز التقى كنز التقى والنقى كنز التقى والنقى من جاءنا حقا بشير كنز التقى والنقى كنز التقى مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي فهو المرام بين الأنام 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 مدح النبي العربي الله الله مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام مدح النبي العربي 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 مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي فهو المرام بين الأنام مدح النبي العربي فهو النبي العربي الهاشمي المطالبي فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام بين الأنام فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام طه المظلل بالغمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. الله الله. عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، إن قصرت في وصفكم فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب عنك ما اكتفى. والله 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 لو قبر الحبيب محمد تفجرت أنواره لا البدر ولا واختفى. والله لو جد العباقر كلهم في جمع أوصاف له والله والله لن تعرفا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأوضام وفؤادي قد بدا بادي ظلام. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأوضام وفؤادي قد بدا بادي ظلام. فتحنن وامحو عني ما بدا كل نور من فنا خير خير الأنام. صلوا عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأوضام وفؤادي قد بدا بادي ظلام. هيا جاء أشواق يا عيني أشواق وشجنا منشدون غنى حبيبي يا عيني
والنفاء طربنا هيجا 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 الأشواق يا عيني أشواق وشجنا منشدون منشدون غنى يا عيني والنفاء طربنا تسلب الباب نفحته كم سبا كم سبا كم سبا قلبنا يا عيني قلبا وكم فاتنا هيجا 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 الأشواق يا عيني أشواق وشجنا منشدون منشدون غنى يا عيني ضربنا يا محمد لك اللي واللي ووالتج يا محمد لك اللي واللي ووالتج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب يا محمد لك اللي واللي ووالتج يا محمد لك اللي واللي ووالتج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب كن شفيعي يا سلام بعيد رحمة كن شفيعي يا من بعيد رحمة للعالمين رحمة للعالمين يا محمد لك اللي واللي ووالتج يا محمد لك اللي واللي ووالتج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب رضيت شفاعة يا سيدي العظمى رضيت شفاعة يا سيدي العظمى في نهار التسام في نهار العسام صلوا عليه من لك اللي واللي ووالتج يا محمد لك اللي واللي ووالتج يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب صوتي باللقاء يا عين قري يا ينام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري يا ينام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري يا ينام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري يا ينام هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا بالذا المنى زال العنا وفالنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أطعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا في عطفه لليتامى دفاع عن قلبي له فاض شوقا إليه عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أتموت لقاء مصطفى 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 سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا أن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أتموت لقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفا كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم كلمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا
شفيع لليتامى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين، ثم إلى أرواح جداتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وصاحب المصلى وإلى روح أبويا محمد بن علوي بن عباس المالكي والحبيب حسن بن أحمد بهرور وأسودهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمة والدنا ووالدهم خاصة، أنباتنا أنبات المسلمين عامة، ثم إلى روح زوزنا الحبيب صاحب زبد الدران الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه وتلامذته محبيه، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى أن يهل الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين والراشدين المرسلين، وعلى أن يهل الله يرزقنا الهمة والقوة والصحة والنشاط وطول عمر في طاعة الله ورسوله وأرزاق الواسعة بلا تعب ولا مشقة ولا حفظ من كل أذية من الجان والشياطين من كل حاسد وباغ، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل صلوا عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سلام أحمد يا حبيبي يا سلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى
أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي، أما الأنام نوالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي، أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي، أما الأنام نوالا. قد ترى في الحسن أعلى مقام وتنادى في مجده وتعالى، في مجده وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبنا، أما الأنام نوالا. لحظاته العيون فيما اجتلاده بشرا كاملا يزيح ضلالا، بشرا كاملا يزيح ضلالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي، نعم الأنام نوالا. وهو من فوق علمي ما قد رآده رفعة في شؤونه وكمالا، رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيبي، نعم الأنام نوالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم
بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور السر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيرة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة
والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراجم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدر يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا البدرا، مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا. مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وما يبدل
عسري بيسرى إلاك يا أبا زهرة ما يبدلني عسري بيسرى إلاك يا أبا زهرة حق الله والعشرة يسر سهيل حلة العهد إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي بالمدح يبايدك فليغنى يا ذا الإحسان وذا المنة قلت المداح له الجنة أوفي بوعدك يا أملي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيديك كل ما أرى حسن يا عيني فيك كل ما الله أرى حسن يا عيني خذ رأيت شكلك الحسن يا عيني يا عيني جل من به عليك من يا عيني يا عيني جل من به عليك حب أحمد الله قلبي سكن يا عيني حب أحمد الله قلبي سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني يا عيني وابنيه الحسين والحسن يا عيني يا عيني وابنيه الحسين والحسن يا بني المصطفى أنتم ذخري عيني أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كأسري فارحموا عبدكم واجبروا كأسري يا بني المصطفى أنتم ذخري عيني أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كأسري فارحموا عبدكم واجبروا كأسري جئتكم رجيا بأبي بكر يعني بأبي بكر وبمن عدله شمل الأكوان وعلي المرتضى والشهيد عثمان يا بني المصطفى
أنتم ذخري عيني أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري فارحموا عبدكم واجبروا كسري حزتم سنتي في العلا قادرا في العلا قادرا جدكم خير من شرف الأكوان أحمد المصطفى من بني العدنان يا بني المصطفى أنتم ذخري عيني أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري فارحموا عبدكم واجبروا كسري عرفت وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بك عارف الحبيب عرفت وانا منه خايف ما يحبك الا من هو بك عارف خذ عرفت ربي زالت عني الاقدار وانشر لي صدري وبدت للاسرار ما يحبك الا من هو بك عارف ما يحبك الا من هو بك عارف الحبيب عرفت وانا منه خائف ما يحبك الا من هو بك عارف الحبيب عرفت وانا منه خائف ما يحبك الا من هو بك عارف واستمسك يا عارف بحبل الوصال ولتكن لنفسك عاصي ومخالف ما يحبك الا من هو بك عارف ما يحبك الا من هو بك عارف الحبيب عرفت وانا منه خائف ما يحبك الا من هو بك عارف الحبيب عرفت وانا منه خائف ما يحبك الا من هو بك عارف الله 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 يا رب صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للكلام أن يخط ما حركته به العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار صلى الله ليتشرف عليه بكتابة القلم والقرطاس وتنزه بهدأ الكأسماء الأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله فنور عليه هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله وقد عليه. تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الحسوسية واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم عبده الكريم.
عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المهاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها فحملت برعاية الله كما ورد عنه حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادتي لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا العمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المداني فهزاروا اليمن غراد واستضيئوا بجمالي فقفي الحزن تفرى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا المستمر ليس يلفظ مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فليرى في كل حامد يا الله جل يا صوره العاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين والحسن مرحبا إذا حبانا بوجودي مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين والحسن
مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه الله الله في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى شرفا مثل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه إلى دار الدعوة إلى دار الدعوة وفيها العلم وسر الأسوى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bagi perempuan yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa asdinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah, di samping memberi nama anak yang bagus, dididik dengan pendidikan yang bagus,
ditempatkan di tempat-tempat yang bagus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala seorang sahabat datang membawa anaknya, ma haqqi min ibni hadha, apa hakku pada anakku ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, antuhsina ismahu wa antuhsina adabahu wa antadhahu fi mawdhi'in hasan. Begitulah anjuran Rasulullah. Di samping memberikan nama yang bagus, nama yang baik, didik anak itu dengan pendidikan yang baik, yang bagus, dan tempatkanlah di tempat-tempat yang baik, yang bagus. Semoga anak yang diberikan nama ini dengan nama Ummi Habibah bintil Habib Saleh bin Syihab, semoga dia akan menjadi anak yang salehah, salehah, abuhu saleh wa bintuhu salehah. Isim alal musamma insyaallah. Nama akan menjadi sesuai dengan yang punya nama. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, semoga dia akan menjadi anak yang salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Ala hadhin niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadhurhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. إلى دار الدعوة، إلى دار الدعوة، وفيها العلم وسر الأسوة للنبي الزين، للنبي الزين. كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين. إلى دار الدعوة، إلى دار الدعوة، وفيها العلم وسر الأسوة للنبي الزين، للنبي الزين. كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين. هو مؤسس المعهد به أوصلنا الله المقصاد. هو مؤسس المعهد به أوصلنا الله المقصاد. ناحظ بحظين، ناحظ بحظين، كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين. إلى دار الدعوة، إلى دار الدعوة، وفيها العلم وسر الأسوة للنبي الزين، للنبي الزين. كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين.
سمعته يتكلم بلغة النبي المختار الأكرم سمعته يتكلم بلغة النبي المختار الأكرم طاهر عن الرين طاهر عن الرين كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين إلى دار الدعوة إلى دار الدعوة وفيها علم وسير الأسوار للنبي الزين للنبي الزين كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن والخالفة مبشر عند سيد الأئمة صفوة ضار والخالفة مبشر عند سيد الأئمة صفوة ضار الحبيب الزين الحبيب الزين كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا حسن وين إلى دار الدعوة إلى دار الدعوة وفيها العلم وسير الأسوار للنبي الزين للنبي الزين كل يوم ندور لك وينك يا شيخنا السنوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhtaram wal-Mukarram Murabbi wa Ruhi Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Abuya Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun para habaib para asatidah para muhibbin para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyyal ba'd. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bisa berkumpul mengadakan acara Hall Ad-Da'i Ilallah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nikmat bisa memandang wajah orang-orang soleh. Nikmat bisa berkumpul dengan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat kakek kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan Al-Fagir menyampaikan susunan acara hari ini. Sebelum Al-Fagir menyampaikan susunan acara, Al-Fagir mewakili panitia Hall Ad-Da'i Ilallah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada antum-antum sekalian yang senantiasa hadir, menyempatkan diri, menyempatkan waktunya
untuk menghadiri hall guru kami Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita mendapat apa yang kita inginkan. Dan juga andai kata terdapat kesalahan, ucapan, perbuatan, sambutan dari kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan dibuka pintu maafnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Susunan pertama adalah pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah kita baca tadi. Dan yang selanjutnya adalah Fatihah Yasin yang insyaAllah akan dipimpin Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, dan Yasin akan dipimpin oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, dan doa tahlil yang dipimpin oleh Habib Umar bin Abdul Rahman Asgam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil wa tasbih wa salatu ala al-habib ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa jami' ibadillah salihin thumma ila al-muhajir Allah Ahmad bin Isa min al-faqih al-muqaddam al-habib Muhammad bin Ali Balawi wa utulihim wa furuhim thumma ila al-muqaddim الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأولاده 13 والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر السكران وأخي الأبي عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب العيدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شاب الأكبر ثم إلى الحبيب شابي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاشي علي باراز ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها منهم الحبيب حامد بن علي الحداد وأخي الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى صاحب التربة الحبيب علوي بن شيخ سقاف وكافة المقبورين في مقبر السقاف منهم حافظ القرآن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكعب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد الكعب ثم إلى الحبيب علوي بن أحمد بحسين ثم إلى صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصولي وفي الرحم ثم إلى الحبيب عبد الله بن عيدروس بن شهاب ثم إلى الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim ثم إلى الحبيب حسين بن علي بن شهاب حسين بن علي بن شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا خصوصا أن اجتمعنا ها هنا بسبب الحبيب البركة الداعي إلى الله الحبيب حسن بن أحمد بحرون أن الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب
أبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجناث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ألا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان عنا خلقناه من نطفة فإذا هو قزيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لنا حياه وعليه إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتح وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذين اجتمعنا هاهنا بسببه المغفور الحي القيوم لا معارف بالله الحبيب حسن بن أحمد بهارون أن الله يغفر له ويرحمه ويسر رحمة والدينا ولكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين حمدا عامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام عليها وانت خير الواردين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأسر تقبل ثم قرأنا من القرآن العظيم وما عللنا من قول لا إله إلا الله وما سبح لك سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله مستوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالة أبي بكر عمر وعثمان وعلي وأبي بكر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأزواج رسول الله تقرأ أمة المؤمنين سيدنا خادجة الكبرى عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس الحسن حسين علي زين عبد محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أريد سيد محمد النجيب وسيدنا يزيد النجيب رحمة المهاجر الله أحمد بن عيسى وعبيد الله سيدنا على أحلى قاسم سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي محمد الفقيه سيدنا حبيب علي غير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولد الدويلي سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام شكر الرحمن السقاف والشيخ محمد خضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر ابن شيبة بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الرحمن العطاش علي بن لبارس وكتب عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بن جيلاني شيخ محمد البدوي شيخ محمد الرفاعي شيخ إبراهيم نسوكي أبي حسن الشذيري شيخ محمد البوسي صبر له حبيب سلطان شيخ محمد تجاني شيخ سيد بهاي حرب الحبيب عبد الله الإدوس وأصولهم وفروعهم عبد الله السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاف صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد عبد الرحمن الجفري مولى الأرض الحبيب أحمد محمد مولى الشيخ شيخ الحسني الحبيب أحمد بن زين الحبيب شيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه أحمد بن عمر بن سمين الحبيب حسن بن صلاح البحر الحبيب شيخ عبد الله بن الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم الحبيب علي بن زين الحبيب شيخ عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد عبد علوي بن علي محمد بن حسين الحبيب شيخ بن زكام عبد الله شيخ أحمد محمد مخضار ومن تارم وأحلام زنبل سادة علوي الحبيب حسين بكر عبد الله مسلم العطاس وأصولهم وفروعهم محمد تحت الحبيب علوي الحبيب حسين تحت الحبيب محمد بن عبد الله بن العطاس وأصولهم وفروعهم الحبيب سقاف شيخ بن محمد بكر مسقاف الحبيب علي بن شيخ مسقاف محمد حسين بعبود حسين الحبيب محمد محمد الحداد محمد مسلم العطاس وحبيب علي بن حسين العطاس الحبيب علي بن محمد أبشي وأصولهم وفروعهم الحبيب حامد بن الله الحداد وأخوان عبد الحميد وأصولهم وفروعهم عبد الله بن سعيد ملكاب شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شهاب بن أحمد بن شهاب الحبيب عبد الله بن شهاب الحبيب حامد ومن بن شهاب ولسنين الحبيب عبد الرحمن محمد النوار وأصولهم وفروعهم الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن محمد الكاب شيخ الحبيب الباسل الحبيب شهاب عبد القادر والحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروعهم الحبيب علي بن شيخ سكاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا داعي إلى الله الحبيب سيد محمد بن علي الملكي ولا أدى إلا الله الحبيب حسن بن أحمد بحارون والحبيب قرن الحبيب قاسم بن أحمد بحارون والحبيب مصطفى بن أحمد بحارون والحبيب حسين بن عبد الله السقاف والحبيب عانيس بن أبو بكر الهندوان الحبيب حسين بن صالح المخضر الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن الملاخرة والحبيب طاهر بن يحيى والحبيب حسن بن مصطفى بعبود والحبيب إدريس محمد الهندوان أستاذ بدر بحر بزي
والحبيب أستاذ أحمد شاكر وأستاذ محمد صالح النور وأستاذ كي أحمد أنصاري بن مرسيدك وأستاذ شافعي أستاذ مرفوهير وأستاذ أمين الدين أستاذ عبد الشكور أستاذ عباد وأستاذ أحمد مرسور وأستاذ إدهام مرسودي وأستاذ عبد الحامد أستاذ عبد الله عمر وسيد الأنوار وأستاذ صادق شهاب وأستاذ علي حافظ وأستاذة حميدة وأستاذة فريدة السقاف وأستاذة جميلة بنت نعمت والحبيب عبد الرحمن بن صالح الكاب والحبيب علي بن سالم الكاب وحبابة شريفة مريم بنت ألبي الكاب وأستاذ عمر بن أحمد بن شهاب والحبيب حسين بن زين أيدي ثم إلى من اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة والدينا والإخلاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وسل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كراماتكم مستقر رحماتكم وحري أوليائكم على من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم كان نستعين غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah kita dengarkan Yasin tahlil untuk guru kita Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Untuk mempersingkat waktu, langkah acara selanjutnya yang Managib Sahibul Hall yang insya-Allah akan disampaikan oleh Ahina Al-Ustaz Zaki bin Hamin Al-Kab. Fa'alaihi tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Berdirinya Al-Faqir di sini insyaallah sedikit membacakan daripada biografi singkat Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kelahiran dan silsilah beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dilahirkan di kota Sumeneb pada tanggal 11 Juni tahun 1934 dan beliau merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari Al-Habib Ahmad bin Husain Baharun dengan Syekhah Fatimah binti Ahmad Bakhabazi. Adapun silsilah Zahabiyah yang mulia dari beliau adalah beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Umar bin Hasan Baharun. Masa kecil dan pendidikan beliau. Sejak kecil kedisiplinan dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh kedua orang tua beliau sehingga mengantarkannya tumbuh menjadi pribadi yang mempunyai akhlak dan sifat terpuji. Selain memperoleh bimbingan agama dari kedua orang tuanya, Al-Habib Hasan Baharun juga mendapatkan pendidikan keagamaan dari Madrasah Makarimul Akhlak Sumeneb serta dari Ustaz Ahmad bin Muhammad Bakhabazi, seorang ulama besar yang disegani di Kabupaten Sumeneb
yang tidak lain adalah kakek beliau sendiri. Setelah kakeknya meninggal dunia, beliau menimba ilmu agama dari paman-pamannya sendiri, yaitu Ustadz Usman bin Ahmad Bakhabazi dan Ustadz Umar bin Ahmad Bakhabazi. Tidak hanya itu, beliau juga belajar dan memahami ilmu agama, khususnya ilmu fikih kepada Al-Habib Umar Ba'agil Surabaya. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun sekaligus menjadi murid kesayangan ulama asal kota pahlawan tersebut. Sejak kecil Ustadz Hasan Baharun memiliki semangat belajar yang tinggi serta dikenal ulet dan rajin. Hal itu terbukti ketika bulan Ramadan tiba, beliau belajar semalam suntuk mulai sehabis tadarus Al-Quran sampai menjelang subuh. Di samping pendidikan agama, beliau juga menempuh pendidikan formal mulai dari SR atau sekolah rakyat hingga PGA, pendidikan guru agama. Ketika memasuki tahun keempat, beliau pindah ke SMEA di Surabaya sehingga tidak sempat merampungkan pendidikan PGA-nya. Perjalanan dakwah dan konsep-konsep belajar beliau. Setelah menamatkan sekolah, beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun sering mengikuti ayahnya ke Masa Lembu, sebuah pulau di utara Madura, untuk berdakwah sambil membawa barang dagangan. Keluarga beliau Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun pada saat itu dikenal ramah dan ringan tangan. Apabila ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya, maka ia disuruh untuk membayar semampunya. Bahkan tidak jarang hutang tersebut dibebaskan oleh beliau. Selain sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, perniagaan yang Ustadz Hasan Baharun lakukan juga dijadikan sebagai sarana pendekatan berdakwah kepada masyarakat. Pada waktu berkeliling menjajakan dagangan, beliau juga dikenal suka membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan mencairkan konflik yang terjadi di antara mereka. Beliau senantiasa berusaha mendamaikan orang-orang dan tokoh-tokoh masyarakat yang saling bermusuhan. Pada tahun 1966, beliau Ustadz Hasan Baharun memutuskan untuk berdakwah ke daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak jarang beliau keluar masuk desa, menjelajahi hutan belantara yang penuh dengan lumpur dan rawa. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, semua hal yang dihadapi waktu itu tidak dianggap sebagai rintangan oleh beliau. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga berdakwah sambil membawa pengeras suara atau sound system sendiri dan membawa satir pemisah antara laki-laki dan perempuan guna menghindari terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan serta perbuatan maksiat-maksiat lainnya. Selain berdagang, beliau mempunyai keahlian memotret dan cuci petak film. Keahlian tersebut beliau manfaatkan sebagai sarana berdakwah dengan menentukan waktu pengambilan hasil foto yang biasanya mendekati waktu salat fardu. Beliau mengumpulkan masa orang-orang yang menunggu hasil foto tersebut saat mereka sudah ramai berkumpul sambil menunggu cuci cetak selesai. Ustadz Hasan Baharun mengisinya dengan ceramah dan tanya jawab soal permasalahan agama. Apabila waktu salat telah tiba, mereka semua diajak salat berjamaah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sejarah berdirinya perkembangan Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah ini didirikan pada tahun 1981 di Kota Bangil, Pasuruan atas perintah As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan menempati sebuah rumah kontrakan dengan bantuan Al-Ustadz Ahmad bin Hussein As-Segaf. Al-Ustadz Hasan Baharun mengasuh dan mendidik para santri-santrinya dengan penuh ketelatenan dan kesabaran, sehingga dalam waktu yang relatif singkat beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga jumlah santri tersebut bertambah dengan signifikan. Selain membina santri putra, pondok ini juga menerima santri putri yang berjumlah 16 orang. Pada tahun 1980 dan bertempat di daerah yang sama, ketika pondok ini genap berusia 3 tahun, pondok tempat pemondokan santri membekak menjadi 13 rumah kontrakan pada tahun 1984. Ketika melihat peningkatan jumlah santri yang secara otomatis diiringi dengan ketidakmampuan tempat atau rumah sewa dalam menampung santri-santri, maka Abuya Al-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani memberikan petunjuk kepada Ustadz Hasan Baharun untuk memindahkan lokasi pesantren. Musyrif Pondok Darul Lughah wa Dakwah itu memilih Desa Raci, sebuah desa di timur kota Bangil yang ketika itu masih jarang penduduknya dan belum dilengkapi dengan sarana listrik untuk dijadikan lokasi. Pesantren baru, jumlah santri pada waktu itu sebanyak 186 orang santri, terdiri dari 142 orang santri putra dan 48 orang santri putri. Dengan berjalannya waktu, pondok pesantren mewajibkan bahasa Arab bagi santrinya itu menjelma menjadi sebuah pesantren yang terkenal dan disegani di Nusantara. Hal itu didorong oleh keberhasilan sang muassis, pendiri dalam pengasuh pesantren, sehingga banyak menghasilkan alumni-alumni yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kemudian karya tulis beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Yang pertama Al-Majmu'ah Al-Asriyah, Kamus Bahasa Arab Dunia. Al-Muhawarah Al-Hadithah, Percakapan Bahasa Arab Juz 1 dan Juz 2. Buku praktis ilmu tajwid, Kitabul I'rab, pengantar belajar ilmu nahu, Kalimatul Af'al, Kalimatul Asma, Dalilul Muslim, kumpulan wirid-wirid dan amalan para salaf dan lain-lainnya. Adapun pesan dan wasiat Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, seorang pengasuh atau pendidik itu harus mempunyai 4 sifat. Sifat ikhlas, sifat sabar, mendahulukan kepentingan lembaga atau anak didiknya, dan menganggap mereka sebagai anak sendiri. Tinggalkan urusan terbesarmu untuk urusan terkecil pondok. Setiap manusia tidak pernah akan terlepas dari 3 hal dalam hidupnya. Tidak terlepas dari ujian dan cobaan, tidak terlepas dari omongan orang lain, dan tidak terlepas dari kematian. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit daripada manaqib singkat daripada Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan yang kita contohkan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal usna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran al-ahina Zaki Al-Kab telah menyampaikan geografi singkat Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga kita yang mendengar mendapatkan keberkahan. Yang mana Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau termasuk orang yang tidak terlalu banyak ibadah, di antaranya puasa, tidak terlalu banyak. Terus amal-amal lain beliau utamakan adalah kebersihan hati. Andai kata di dunia ini banyak seperti Abu Hasan yang telah kita dengar tadi, orang yang punya hutang akan dibantu. Niscaya di dunia ini enggak ada orang yang punya hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara yang ditunggu-tunggu, Tausiah Hall Ad-Da'i Ilallah Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fad'ak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidis Sadat, salatan takfiru biha jami'al amwat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-Aizza wal asatidatil fudala, hadirin rahimakumullah. Wa nakhussu bidzikri ba'dal habaib Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab mata'anallah bituli hayatih wa amaddahu bisihah wal afiyah tammah, wa kadhalik Al-Habib Hamid Al-Habashi, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habashi, dan para habaib yang lain, para kiai. Saya minta maaf untuk tidak sebutkan satu persatu, tapi yang jelas mudah-mudahan semua yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad
dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya, diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah. Siapapun yang ikut andil untuk mensyiarkan agama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan manaqib daripada Al-Habib Hasan Baharun. Saya dan Ustadz Abdul Qadir ini mungkin biasa kita sebut dulu Ustadz, ya, Ustadz Hasan. Jadi ingat itu Ustadz Hasan. Karena memang dulu kita panggilnya begitu ya, Ustadz Hasan ya. Dulu ya, Ustadz Hasan Baharun. Radhiyallahu an, beliau tawadhu. Beliau sudah kita menyaksikan langsung, murid masih beberapa orang. Ya, kadang-kadang naik becak bersama, kadang-kadang ikut kita diboncengkan naik sepeda oleh beliau. Tawadhu yang luar biasa. Zaman saat seperti ini sepertinya layak kita menggali tawadhunya para habaib dulu. Karena hampir punah. Ini akhlak tawadhu hampir hilang. Padahal kalau kita lihat dahulu, coba lihat kalam salaf yang dikumpulkan banyak majmu' kalamnya, mereka paling suruh berhati-hati dengan popularitas. Jangan sampai orang itu terlalu terlihat, karena berbahaya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan bahwa hati-hati, hati-hati, al-hadar kullal hadar minad duhur, dari tampak itu popularitas. Dan sekarang dipaksakan orang, baik yang alim, yang bodoh, yang tidak mengerti, semua untuk menjadi tontonan minimal. Atau menjadi orang yang dilihat, yang dibicarakan. Entah itu baik ataupun buruk. Bisa kita lihat di YouTube dan di mana-mana. Tapi yang dicontohkan oleh Al-Habib Hasan, tanpa niat, tidak ada sedikit pun, ya. Bahkan teknologinya belum ada waktu itu. Tapi kalau Allah yang menghendaki, maka tidak ada yang bisa memadamkan cahaya beliau. Tidak ada. Ilmunya terus dipakai di mana-mana. Kitab beliau dipakai di mana-mana. Kitab kamusnya dibaca di mana-mana, di pesantren-pesantren. Muhawarahnya dipakai di mana-mana. Karena apa? Karena tawadhu. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sibukkan diri kita untuk mengangkat diri kita sendiri. Kita tawadhu, nanti Allah yang akan mengangkat kita. Itu yang saya dengar dari Al-Habib Zain bin Ibrahim waktu mau pulang, beliau mengatakan la tudhir nafsat. Ya, jangan kau tampakkan dirimu hatta yudhirkallah, sehingga Allah yang menampakkan. Udah diam aja. Begitu. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Al-Habib Hasan azan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Al Habib Hasan mencontohkan kepada murid-muridnya hal-hal yang baik. Sampai pernah saya ingat beliau mengatakan, takallam bil Arabiyah. Kita mengajak juga. Kamu bahasa Arab. Kenapa? Karena li'anna hadhil ahruf wa hadal huruf alladhi kharaja min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba itu jeli beliau mengatakan itu. Suruh bahasa Arab, belajar bahasa Arab dikit-dikit enggak apa-apa. Ya, sampai dulu ada peraturan pakai hari. Pernah diatur begini, hari dalam sepekan, hari Kamis dan hari apa? Itu bahasa Arab. Kemudian dikembangkan dari kepengennya beliau mempraktekkan bahasa Arab sampai beliau mengatakan tadi bahasa Arab. Coba ngomong bahasa Arab karena huruf-huruf itu yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, Allah yang bukakan orang seperti itu. Seperti beliau dibukakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengajak orang untuk juga cinta, mengajak juga orang cinta dengan bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian kecil yang saya ingat. Insya Allah para santri-santrinya pasti juga ingat bagaimana kebesaran beliau. Tapi yang bisa mungkin kita pelajari bagaimana beliau tawadhu, itu yang benar-benar mengherankan, ya, yang benar-benar wajib diingat-ingat, dan itu ternyata bersumber dari kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dahulu tawadhunya yang luar biasa. Al Habib Abdullah Al Haddad, Al Habib Abdurrahman bil Faqih, ya, yang disebut Allamatud Dunya. Bagaimana dia menyamar, ya, tidak pakai dengan pakaian ulama, bahkan sampai orang-orang bingung siapa ini, dicari mana Abdurrahman, dengan pakaian yang sangat biasa. Ketika ditanya siapa ini, gelar muzari, ya, kata tukang kebun, cuma tukang kebun saja, ya, Masya Allah. Dan beliau tidak berbohong, karena dunia mazra'atul akhirah, ya, dia menyamar dirinya begitu. Masya Allah. Dari orang-orang yang seperti itu thariqah kita, itu thariqah alawin, ya. Kalau kita buka dalam kitab Manhajus Sawi, rusumuhum mahwur rusum. Kalau ditanya gambarnya kayak apa, Alawin itu tampilnya seperti apa? Justru menghapus gambar supaya tidak ada bentuk yang khusus, ya, supaya tadi tidak ditakutkan tadi ada syuhroh, ada hal-hal yang seperti itu. Itu yang wajib kita jaga, karena orang yang sudah populer itu banyak dilihat orang kemana-mana. Terus terang, orang yang populer itu nggak enak. Dia mau menikah lagi di mana aja tahu langsung, ya, ketahuan di mana-mana dilihat orang, ya. Kalau yang ashabul khumul ini diam-diam nggak ada yang tahu, ya. Itu salah satu di antara hikmahnya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, benar, ini benar, kita sekarang sedih, benar-benar sedih. Orang berlomba-lomba untuk dikenal, berlomba-lomba untuk dilihat, untuk menjadi bahan pembicaraan. Padahal sama sekali ini bukan thariqah kita. Karena Faqihil Muqaddam, Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, ya, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana beliau Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, kalau dari pasar beli ikan, ditenteng sendiri ikannya. Padahal beliau siapa? Al-Faqihil Muqaddam. Kenapa dapat julukan Al-Faqihil Muqaddam? 300 masalah fikih yang tidak bisa dipecahkan oleh ulama di zamannya diselesaikan dalam satu waktu. Masya Allah, alim yang luar biasa, tapi beliau tawadhu. Bahkan dia bawa hajatnya ikan, jadi bukan untuk siapa-siapa. Nanti dia pertama kali ketemu orang di majelis, itu yang dikasih. Betul tadi, radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau naik lagi ke atas, bagaimana Al-Imam Ali? Naik lagi ke atas, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Datang seseorang memberi kambing kepada Rasulullah, dihadiahkan kambing. Kemudian sahabat mengatakan, ana asbah ya Rasulullah, biarkan aku yang menyembelihnya. Yang satu bilang, ana aslah, biarkan aku yang mengulitinya. Satu lagi ambil bagian, wa ana atbah, biar aku yang memasaknya. Semua ambil bagian. Nikmat ya. Nikmat itu sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang luar biasa yang langsung bersentuhan dengan Rasulullah SAW, melihat keindahan wajah Rasulullah,
mencium aroma wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia beruntung, semua mengambil bagian untuk mengambil hati Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa diperintahkan. Kemudian Rasulullah bangun dan Nabi mengatakan, "Wa ana akhtatib." Biarkan aku yang mencari kayu bakarnya. Allahumma sallim alaihi wa alihi. Para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, maka anak duduk di tempatmu ya Rasulullah, jangan kemana-mana, biarkan aku, biarkan kami yang akan menjamu." Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yakrah an yara 'abdahu mutamayyizan baina ikhwanih." Allahumma sallim alaihi wa alihi. Allah benci, maknanya Allah tidak suka melihat seseorang terlihat istimewa di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang sekarang yang tidak tawadhu, kira-kira contohnya siapa? Mencontoh siapa? Kalau seorang Islam sombong, siapa contohnya? Kalau di Al-Quran yang sombong, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, Fir'aun. Ya, cuma Fir'aun. Ya. Tapi orang lihat tawadhu yang diajarkan. Semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadhu. Dan ini insyaallah dengan kita sering mendengar manakibnya orang-orang yang baik, kita ingat lagi, jadi kontrol buat kita lagi, jadi rem buat kita, ya, agar kita bisa meneladani apa-apa yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk mencintai mereka dan meneladani. Hadirin rahimakumullah. Kata seseorang ibadah malamnya, tiap malam dia tidak pernah tinggalkan. Sholat malam, tahajud, siang hari puasa, harta didermakan di jalan Allah. Bukan hanya itu, tapi ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mati. Bayangkan, sampai mati dalam berjihad. 4 kemuliaan dilakukan semuanya. Salat malam, puasa, mengeluarkan harta, berjihad. Tetapi di hatinya tidak ada kecintaan kepada orang soleh. Tidak ada kecintaan kepada orang soleh. Dan tidak ada kebencian kepada orang yang mengingkar, yang melakukan kemungkaran. Maka dikatakan la yanfa'uhu syai', tidak bermanfaat itu semua. Kalau tidak cinta. Jadi hari ini pada siang hari ini kita bersama-sama diajak oleh Khirij Darul Lughah wa Da'wah untuk mengajak. Ini ada sosok lagi baru, yaitu Al Habib Hasan, orang yang baik, orang yang soleh, agar kita dapat mencintai. Karena itu tidak akan berguna apa-apa. Jadi mencintai orang-orang yang soleh itu sebagian daripada agama kita. Jangan remehkan, jangan kita soleh sendiri, nggak boleh. Kita soleh sendiri nggak bisa, tapi kita soleh dan mengajak orang supaya menjadi orang yang soleh. Bagaimana? Mengajak juga orang untuk cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan juga ingat, jangan sampai kita cinta kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Hati-hati, karena sekarang diplesetkan ini. Kalimat rahmatan lil alamin dipakai untuk mengiyakan segala jenis kemungkaran. Segala jenis kemungkaran kita akan mengatakan itu mungkar, itu nggak boleh. Jangan, itu tidak bertentangan, bukan cara salaf kita, itu tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Ini pembodohan, penyesatan yang sangat berbahaya. Mengapa demikian? Kita lihat sekarang sakralitas masjid ibadah habis sekarang. Bagaimana? Kita lihat 17 Agustus banyak videonya. Sekarang dalil kita nggak pakai kitab, Habaib, ya, pakai video sekarang. Buktinya mana? Di kitab itu sudah. Lu lihat video saja, video. Ya, bagaimana 17 Agustus digunakan masjid, di halaman masjid untuk berjoget-joget. Joget.
Kemudian ada lagi di universitas mana, dipakai juga masjid untuk di dalam masjid, tadi di luar halaman, sekarang di dalam masjid mereka berjoget, bernyanyi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa lagi? Antum bisa cari sendiri bagaimana keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan. Kalau kita para ulama, kalau kita para asatid diam dengan hal-hal seperti ini, akan habis kita, habis. Ya, akan habis. Dulu tidak ada habaib itu mengatakan Natal itu boleh, nggak ada. Selamat Natal, nggak pernah ada. Tidak pernah ada habaib. Ya. Kemudian sekarang mulailah sedikit-sedikit ada ustadz, mulailah dianggap khilaf. Ya. Sama dengan nyanyian itu, kalau kita biarkan nyanyian yang manapun, bahkan berapa tahun yang lalu saya ingatkan, ya, ini banyak musim lagi. Selesai mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, Indonesia. Bukan kita nggak percaya Indonesia Raya, nanti nyanyinya nanti. Selesaikan ini qiyam ini untuk Nabi Muhammad SAW. Kita diajak berdiri dari tempat duduk kita bangun, semua meyakini, semua orang yang bangun waktu qiyam, kita meyakini Rasul SAW hadir. Walaupun kita tidak bisa lihat, tapi meyakini, diajak kita itu memuliakan Rasulullah SAW. Kemudian dipakai seperti itu. Hal-hal yang seperti ini kalau kita diamkan, wa ma'alaina illal balagh. Demi Allah tidak ada niat apa-apa. Tapi saya cemburu kepada agama Nabi Muhammad SAW. Kita cemburu, kita nggak biarkan seperti itu. Ya. Dalam kitab Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, ini kalamnya Habib Ali Al-Habsyi. Kalau nggak salah kitabnya Kunuzul Sa'adah Al-Abadiyah. Ya, dalam kitab Kunuzul Sa'adah Al-Abadiyah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Abdullah dan Habib Husain bin Tahir. Habib Abdullah dan Habib Tahir, ini kakak beradik. Datang pergi, disuruh oleh ibunya menemui seorang Habib, kalau nggak salah, nanti dibaca lagi Habib Abdul Qadir kalau nggak salah, Al-Habsyi. Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Datang, para habaib semua tunduk, semua diam, tidak berani menengadahkan kepalanya di hadapan Habib Abdul Qadir Al-Habsyi itu tadi. Diceritakan Habib Abdul Qadir ini adalah orangnya begini, Masya Allah, manakib dibacakan semua. Kemudian salah satu daripada riyadhahnya Habib Abdul Qadir ini tidak minum air sejak 11 tahun lamanya. Tidak minum air sejak 11 tahun. Habib Abdullah bin Husain pulang menceritakan kepada ibunya, wahai ibu, Masya Allah, saya tadi ketemu Habib, Masya Allah, semua para habaib tunduk di hadapannya, tidak ada yang berani mengangkatkan kepalanya, luar biasa beliau, ilmunya luar biasa. Anak kecil disuruh lihat bagaimana Habib itu ambil berkah. Dan beliau, Habib ini tadi, tidak minum air selama 11 tahun. Masya Allah. Apa kata ibunya? Dibawakan air, wahai anakku, kedua anaknya, Habib Abdullah dan Habib Tahir, pergilah kamu ke Habib Abdul Qadir, bilang kepada dia, suruh minum air. Suruh minum air. Ya Ummi, itu habaib semua yang tua-tua takut sama dia. Bagaimana aku harus melakukan itu? Pergi kamu sana. Pergi. In bagaitul barakah. Kalau kamu mau berkah, ikut di sana. Dibawakan air dan mengatakan begini, qal ya Habib ishrabil ma'. Kalimada ma tashrab ma' wajaddak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabul ma'. Itu pesanannya. Kenapa ini enggak minum air? Kakekmu Rasulullah yang lebih mulia itu minum air. Maka pesannya begitu lagi. Tapi ini perintah ibu. Ibu lebih dari wali kutub, lebih dari segala-galanya. Ya, ibu kita itu lebih dari wali kutub, lebih dari segala-galanya. Doa ibu itu. Ya, jangan orang datang kemana pengajian kemana-mana cari kuburan kemana-mana sama ibu kurang ajar. Nggak ada gunanya itu semua. Ya, itu datang, kemudian Habib Abdul Qadir lihat, langsung dia bertanya, Isgal, ummak, apa kata ibumu? Kalau ishrabil ma', ya Habib, minumlah air ini.
Seperti yang diomongkan, kenapa kamu nggak minum air? Karena kakekmu Rasulullah minum air. Habib Abdul Qadir minum air dan menangis beliau. Aku menunggu, aku sengaja ini aku tidak minum air sampai menunggu teguran dari orang-orang, dari para ulama. Aku menunggu, siapa yang mau menegur aku ini? Tapi ternyata justru keluar dari seorang perempuan. Dari orang perempuan yang solehah, yang punya ghirah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang seperti ini memang harus ada. Ya. Harus setiap orang harus melihat tadi. Tidak mungkin bahkan disebutkan dalam kitab yang sama. Tidak mungkin seseorang itu menjadi wali. Kecuali dia harus mencintai orang-orang yang soleh dan membenci kemungkaran. Hati-hati. Kalau kemungkaran kita biarkan dengan atas nama toleran dan sebagainya. Ini kita semakin hancur hadirin rahimakumullah. Negeri ini bagaimana nanti? Kemurtatan di mana-mana sekarang. Murtad itu sudah biasa. Sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Berapa bulan yang lalu ada disahkan pernikahan antar agama di Surabaya. Ribut, tapi kurang ribut. Memang harus ribut dulu, ya. Harus ada yang marah itu baru diperhatikan. Kalau enggak di Surabaya diam, rapat, ada di MUI, saya cuma hadir saja, ya. Cuma hadir di MUI rapat. Bagaimana hukumnya tetap nggak bisa diapa-apakan. Kemudian mereka berkilah tetap mengatakan bukan pernikahan yang disahkan, tapi hanya dicatat. Kalau dicatat sama juga. Kalau dicatat artinya sah itu. Disahkan juga. Maka merembet lagi sekarang, terakhir beberapa hari yang lalu di Jakarta pun ada yang berani mencatat pernikahan antar agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana? Apa obatnya sekarang? Kemungkaran di mana-mana, kezaliman yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang bisa dilakukan? Habib Abdullah, Habib Umar, Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kalau sudah banyak kemungkaran yang tidak bisa kita tahan lagi, banyak kezaliman yang sudah tidak bisa kita lakukan berbuat apa-apa. Apa beliau pesankan? Perbanyak majelis taklim. Coba bayangkan itu. Itu salaf ngasih obat juga, ya. Ada muskilah tetap ada. Bagaimana? Perbanyak majelis. Antum yang pernah belajar di ma'had, jangan berhenti, jangan hanya bekerja. Mondok sekian tahun bekerja, boleh bekerja, cari duit yang banyak, insya Allah kaya raya semuanya, ya. Tapi tetap mengajar, sempatkan mengajar, walaupun hanya sebulan sekali, seminggu sekali mengajar. Majelis taklim, ada majelis di mana yang kosong, isi. Begitu kata beliau. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi yang punya hajat insyaallah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib kita insyaallah dipanjangkan umurnya. Insyaallah yang belum sampai ke kota Mekah dan Madinah insyaallah dengan keberkahan Nabi Muhammad, keberkahan Sahibul Haul Al Habib Hasan Baharun, insyaallah kita akan sampai ke kota Mekah, Madinah. Insyaallah juga kita melakukan haji umrah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ruh pisah dari jasad ini kelak, insyaallah kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat sampein dulu salam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran pada guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fatak telah menyampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya, memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah kedatangan tamu dari Hadramut, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib dan Kiai Grantem dari Semendo. Kami ucapkan kepada antum ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni talqinu dzikir dan doa penutup yang insyaallah akan disampaikan guru kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab.
Doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa syarafa wa karama wa majada wa azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrugana min ba'di tabarrugan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana wa hawalaina syaqiyan matrudan wa mahruma. Allahumma ja'alna ya rab mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri acara, kita memintakan kepada Al-Habib Abuya Hamid Al-Habsyi untuk menyampaikan doa Maulid. Kepada beliau kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min daruri al-awsafil Muhammadiyatin uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi Sayyidi wa Habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك ساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايته، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره. عم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصرا على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، في الهرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم يغفر الله ويهديهم يا سلام والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan. Al-Fagir mewakili panitia hall Ad-Dailallah Abu Habib Hasan bin Ahmad Bahrum mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf andai kada ada kesalahan baik perbuatan, perkataan, tingkah laku yang menyinggung antum-antum sekalian. Al-Fagir sebagai MC mengundurkan diri. Syukran ala itinaikum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernampan 4 orang.
يا نسيم الصبا ذكرتني ذي الإمارة بل وحركت كمين وسط قلبي قرارا يا نسيم صبا ذكرتني ذي الإمارة بل وحركت كمين وسط قلبي قرارا شيخنا قدوتي لي له بقلبي عمارة كلما له ظهرت لي منه إشارة في سماء المحبة كلنا حنا طرا يرعى الله أيام الصفا والطهارة يا نسيم صبنا قلني ذي الإمارة والوحرك ذاك مين وسط قلبي قرار يا نسيم صبنا قلني ذي الإمارة بل وحركت كمين وسط قلبي قرارا شيخنا يا حسن أنتم رجال السفر للحبيب المشفى